صباح الخير يا حلوين. النهاردة قررت اخد لي يوم مع نفسي، من غير مواعيد ولا ضغط ولا ناس، انا وبس. حسيت اني محتاجة افصل، اروق دماغي واسمع صوتي وسط دوشة الدنيا. فصحيت وصليت وعملت روتين بشرتي والكوفي بتاعي طبعا، وحضرت لبسي. اخدت القرار ونزلت على طول. ما كانش فيه خطة واضحة، بس اول حاجة جت في دماغي اني اروح النادي، مش علشان تمرين او حاجة، بس علشان اتمشى. وبما ان النهاردة الجمعة، فده أنسب وقت لأنه تقريبا بالنهار بيكون فاضي تمام. وطول ما أنا ماشية في الطريق كان في دماغي صوت أغنية تامر حسني وبيقول: ومن النهاردة هدلعني. المهم وصلت النادي وزي ما توقعت، كان فاضي خالص ومفيش غير صوت العصافير واتنين تلاتة قاعدين. وأنا قاعدة كنت بفكر في حاجة واحدة: أنا ماشية في حياتي إزاي؟ إيه اللي محتاجة أغيره؟ إيه اللي مضايقني؟ قعدت شوية في هدوء ما بين تفكير وتأمل. حسيت إننا بنجري كتير، بنشتغل كتير، بس قليل قوي لما بنقف ونسأل نفسنا: أنا عامل إيه؟ هو أنا كويس فعلا؟ هل ده شكل حياتي اللي عايزة أكمل فيه؟ واللحظة دي كانت مهمة جدا. حسيت إني محتاجة أرجع أركز في نفسي أكتر. وخلوني أقول لكم معلومة مهمة ان انا بقالي شهور ما شفتش الشمس. انا اصلا كائن مش نهاري خالص، انا حد بيعشق الليل، التفكير بالليل والشغل بالليل وكل حاجة بالليل. هحاول بقى اشوف ترابيزة ما تكونش تحت الشمس، حاسه ان دي كويسه. القطه لسه ما صحيتش هي كمان. النهارده حاسه اني مبسوطه اني كسرت الروتين ونزلت الصبح. خلصت النادي وقلت اكافئ نفسي بفطار محترم. وصلت المطعم والاجواء كانت حلوه جدا، بس كنت محتاره اطلب ايه. هو ده الساندوتش المفضل بالنسبة لي، بس بفكر أغير. ودي بعشقها، من هنا بيعملوها حلو جدا. هي دي في الصورة، بس حاساها غدا أكتر. وده برضو شكله لطيف، الساندوتش ده برضو. خلاص هستقر على اللي أنا عارفاه. وزي ما انتوا شايفين قررت اطلب اللي بحبه، ما هو يوم لنفسي بقى. والحقيقه ان من اول لقمه حسيت اني كنت جعانه، مش بس جعانه اكل، جعانه للحظه راحه، جعانه لنفسي القديمه. وفجأة صوت الست فيروز اشتغل، وكان الجو حلو جدا وحسيت اني رجعت 10 سنين لورا. بس طبعا انا مش كبيرة. وبعدين طبعا الميلك شيك موكا اكتر حاجة بتظبط مودي بجد، وفي المكان ده بيعملوها اكتر من تحفة بشوية. بجد في ايام كده بتكون محتاج تهرب فيها من كل حاجة وتقعد مع نفسك وتشرب مشروبك المفضل وتحس باللحظة وبس. بعدها حسيت اني محتاجة هدوء اكتر، فروحت علشان اصلي وعلشان الظهر ما يروحش عليا. انتوا فاكرين اليوم كده خلص؟ لا طبعا. خلصت صلاة قلت هكمل يومي عادي جدا، وبما ان اليوم ليا وبس فقلت اروق على نفسي ورحت اعمل باديكير. اه والله الراحة مش بس للدماغ، الراحة للجسم كمان. واحتياجك انك تهتمي بنفسك مش رفاهية، دي راحة وراحة حقيقية. وطبعا علشان انا عندي حساسية من الشمس، ده كان منظر ايدي. وبالمناسبة هي معايا ملهاش حل، مهما حطيت صن بلوك وبتظهر حتى لو متعرضش للشمس. كفاية بس اني امشي وضوء النهار طالع. قلت اختم اليوم بشوية شوبينج. اشتريت شوية حاجات كنت محتاجاها في السكين كير، وكمان كام حاجة هعمل لها unboxing في آخر الفيديو. آخر اليوم بعد تعب يوم مرهق وممتع في نفس الوقت، خلوني أوريكم جبت ايه. اشتريت نوت بوك شكلها لذيذ، وطبعا كان فيه صور لمعالم تانية، بس أنا اخترت برج ايفل علشان فرنسا حلم من أحلامي. ممكن أكتب فيها أفكاري أو خطط لحاجات جاية، ويمكن أخليها دفتر امتنان عن كل يوم قضيته مع نفسي. وبصراحة كنت محتاجة كارت معايدة لصاحبتي ولقيت الكارت ده في منتهى اللطافة. ودي حاجات السكين كير اللي أنا اشتريتها. عايزة أقول لكم إني رجعت البيت وأنا حاسة براحة حقيقية، مش علشان خرجت كتير ولا صرفت فلوس، بس علشان كنت مع نفسي وسمعتها. جربوا كده، قضوا يوم مع نفسكم من غير خطط كبيرة. اسمعوا نفسكم هتتفاجئوا قد ايه انتوا محتاجين لده. لو حبيتوا الفلوج ده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وسيبولي في الكومنتات امتى اخر مرة قضيتوها مع نفسكم. واشوفكم في الفيديو الجاي مع طاقة احسن وحب اكتر لنفسنا. انا علا عصام ودي قناتي.